السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو النهاردة جايبين مجموعة من المنتجات اللي اشتريناها من خلال شركة نون، وحابين نوريها لحضراتكم من خلال الفيديو دوت، ونشوف المنتجات عبارة عن إيه، وطبعا وأسعارها، وكمان وصلت المنتجات إزاي وشكلها عامل إزاي. بس كالعادة في بداية الفيديو هطلب منكم دايما إن انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة، وادخلوا على القناة عندنا هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا إن شاء الله تعجبكم، وما تنساش تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. اول منتج موجود معانا من المنتجات اللي اشتريناها من نون، احنا طلبنا كذا حاجه، واول حاجه حابب ان انا اعلق عليها ان نون حسنت كتير جدا في الباكجينج. يعني تخيلوا ان العبوه دي انا ما كنتش عارف فيها ايه. العبوه دي فيها معجون اسنان الاطفال. بصوا جاي في علبه لوحده خالص، وعاملين له باكجينج لوحده. الباكجينج محترمه جدا، التوصيل كمان كان سريع. الشركه بتحسن من نفسها رغم ان في شكاوي كتير جدا بتيجي على شركه نون، واحنا كنا بقالنا فتره كبيره ما بنشتريش من نون. بس بصراحه المنتجات شكلها كويس جدا ومغلفه وكل حاجه جايه لوحدها. وده كان اول منتج اللي هو معجون الاسنان فلورو، وده معجون اسنان الاطفال، وكان سعره وقت ما اشتريناه كان ب 15 جنيه. طبعا الاسعار ممكن تتغير طبقا للحاله بتاعه السوق، لكن دي الاسعار اللي كانت موجوده وقت تسجيل الفيديو. المنتج التاني اعتقد حتى واضح كمان من الباكجينج، اللي هو مناديل مطبخ، وحاطينها طبعا في فايل لوحدها برضو اهي، زي ما احنا شايفين حاجة محترمة جدا. المنتجات متغلفة كويس جدا وكل حاجة جاية لوحدها، فدي حاجة كويسة وحابين ان احنا برضو نظهرها لحضراتكم من خلال الفيديو. المناديل الفاميليا ديت كانوا 6+2، سعرهم وقت تسجيل الفيديو كان 45 جنيه. ده كان سعر العرض دوت. طبعا الاسعار ممكن تزيد او تقل طبقا من موقع للتاني، لكن انا بقول لحضراتكم دي الاسعار بتاعه الشراء في الوقت بتاع تسجيل الفيديو. تعالوا نشوف الكرتونه دي فيها ايه، وليه حاطين المنتجات اللي فيها برضو لوحدها، كانت عباره عن ايه. نفتح كده، عاملين برضو الايرباجز عشان خاطر الصدمات والحاجات، وواضح قوي من الباكجينج ان دي كان فيها المعلبات. ده ينسون رويال 50 فتله. برضو طلبناه من ضمن الحاجات، والتغليف بتاعه برضو جاي كويس. وان كان رايي برضو ان حتى كمان المشروبات لازم كل حاجه تبقى، يعني اليانسون ما ينفعش يتحط جنب الشاي، وما ينفعش يتحط جنب باقي المنتجات برضو عشان ما يكرفش طعم ولا ريحه. بس برضو كان متغلف ومحطينه في كيس جوه كيس. والانتاج بتاعه والانتهاء تاريخ كلها موجوده برضو، عشان الناس اللي بتبقى قلقانه ان المنتجات اللي بتيجي تكون صلاحيتها منتهيه. اليانسون ده كان سعره ال50 باك دول كان سعرهم حوالي 33 جنيه او 34 جنيه وقت تسجيل الفيديو. ده شاي ليبتون 25 فتله. كان مكتوب عليه عرض خاص ب10 جنيه، احنا كنا جايبينه في وقت تسجيل الفيديو كان عامل 9 جنيه ونص تقريبا العبوه، وفي منه في الفيديو 6 عبوات واضحين من خلال حضراتكم اهوت في الكرتونه. برضو الباكجينج كويس جدا ومتغلف كل حاجه في كيس جوه كيس. طبعا ده تغليف الشركه نفسها يعني، بس برضو الحاجات جايه، مفيش حاجه بايظه، ومفيش حاجه خارجه من مكانها، مفيش مثلا علبه متقطعه كرتونتها، لا المنتجات جايه سليمه وكويسه جدا. كمان برضو من ضمن المنتجات اللي طلبناها كان معجون اسنان دابر هيربل. وده كان عرض كويس جدا برضو، عبارة عن المعجون الأسنان عبوة 150 جرام. كان في طعمين اللي هو بالقرنفل، وفي طعم تاني اللي هو الليمون والملح، وكان عليه الفرشة هدية 150 جرام. سعره كان في وقت تسجيل الفيديو تقريبا 22 جنيه. برضو انا شايفه كان عرض كويس جدا، وبرضو العبوات بتاعته جت سليمة وكويسة، مفيش فيها اي حاجة خالص يعني. دي كده المنتجات، نوري لحضراتكم برضو. ده العبوة 150 جرام معجون أسنان كويس جدا. ما هوش مستورد، صناعة مصري، ومنتج كويس عن تجربة. وجاي معاه كمان فرشة أسنان هدية. طبعا مقارنة بماركات تانية برضو هيبقى سعره كويس جدا. ودي فرشة الأسنان جاية برضو من نفس الشركة، ودي جاية هدية مع علبة معجون الأسنان. دي كده المنتجات اللي احنا جبناها النهارده، وحبينا ان احنا نوريها لحضراتكم. احنا بنحب دايما وقت للتاني
نشوف الباكجينج ونشوف كل شركه من الشركات بتوصل المنتجات كويس ولا لا، فبنحب نصور الفيديوهات دي ونبعتها لحضراتكم. ولحد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نساعدكم ونقدم لكم محتوى كويس على القناه عندنا. وكالعاده في نهايه كل فيديو هطلب منكم ان انتوا تدعمونا دايما من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وادخلوا عندنا على القناه هتلاقوا فيديوهات كتيره ان شاء الله باذن الله تعجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.